بعد كده ضربتهم. اول ما الهاند بلندر لمس الخضار فرموا في ثواني، اللهم بارك. والصلصه والحبهان والفلفل الاسود والزيت والملح والخل، وبعد كده نزلت بيهم على الفرخه. تعالوا بينا نشوف الاكله الحلوه دي اتعملت ازاي في 5 دقايق بس، ويلا بينا. اول حاجه جبت الفرخه حوالي 1.5 كيلو، وبصلايه طماطمايه وقرن فلفل وكام فص توم وملح وفلفل اسود وشويه حبهان وكمان خل وزيت ومعلقه صلصه. بعد كده بقى حبيب قلبي اللي انجز معايا كل حاجه، الهاند بلندر من رافال، ده عليه ضمان 2 والدورق بتاعه لوحده عليه ضمان 10 سنين، اصله ضد الكسر، هم كاتبين عليه كده وهنشوف مع بعض. اهم حاجه عندي في رافال انها صناعه مصريه 100%، يعني خدمة ما بعد البيع متوفرة. مش بس كده، قطع الغيار كمان متوفرة في أي وقت، ودي أهم حاجة في الصناعة المصرية اللي بتنافس المستورد. ده الدورق بتاع الهاند بلندر من رافال، كمان عليه تدريج تقدري تعايري بيه كل المواد السائلة والمواد الجافة كمان. ده بقى الموتور بتاع الهاند بلندر بقوة 1000 واط، بس 1000 واط ايه؟ 1000 واط فعلي، وكمان في سرعتين، سرعة عادية وسرعة تربو، تنجز معاكي كل حاجة. والميزة فيه ان هو سهل الفك وسهل التركيب، والسكينة بتاعته قوية جدا من الستانلس. شوفوا جمال، بصوا جمال الهاند بلندر. اوبا الشفشق وقع، بصوا ما اتكسرش والله الحمد لله، يعني فعلا الكلام صح، نزل من على الرخامة في الارض. قلت اجرب تاني بقى، اصل حبيت الموضوع قوي. طلع فعلا ما بيتكسرش. يلا بينا بقى نعمل احلى غدوه النهارده. جبت كوبايه ميه حطيتها في الدورق بتاع الهاند بلندر، والبصلايه والطماطمايه والفلفل وكمان فصين توم. بعد كده ضربتهم. اول ما الهاند بلندر لمس الخضار فرموا في ثواني، اللهم بارك. والصلصه والحبهان والفلفل الاسود والزيت والملح والخل، وبعد كده نزلت بيهم على الفرخه. انا كده تبلت الفرخه في ثواني. شفتوا الهاند بلندر فرم لي الخضار خالص ازاي، ما خلاش فيه بصوا معالم خضار خالص. كده التتبيله اتعملت في ثواني على الفرن على طول. تعالوا لي على الملوخيه، تخيلي الملوخيه هتعمليها بالجمال ده من غير ما تخرطيها ولا توجعي قلبك في التخريط. ايه ده؟ ازاي؟ شويه شوربه على النار بتغلي، حطيت فيها الملوخيه متقطفه ومغسوله كويس، ورحت على طول الهاند بلندر لمسها خلاها زي ما انتوا شايفين كده بيوري ناعم، خلى الملوخيه عسل. بس الميزه بقى في الملوخيه بالهاند بلندر انه حافظ لي على لونها واداها قوام تقيل كده في منتهى الجمال. طشتك الحلوه بقى اللي هتخلي ريحه الملوخيه جايبه اخر الدنيا. وكده كمان عملنا الملوخيه. طب عايزين نحلي، حطيت كمان كريم شانتيه وحطيت لبن ساقع وضربت بالهاند بلندر من رافال، عمل لي احلى كريم شانتيه. يعني معنى كده ان هو بديل للكبه، وكمان هنا بديل للمضرب الكهرباء. بصوا شايفين، خدت شويه من الكريم شانتيه حطيتهم في الكيس بالبلبله، والباقي زودت عليه لبن ساقع وضربتهم تاني، عملتها حاجه زي الكريمه السايله كده. بعد كده جبت مانجا متفرزه حجر وحطيتها وضربت بيها الهاند بلندر، ولا زعل مني ولا قال لي حرام عليكي المانجا متجمده انت بتعملي فيا كده ليه، بالعكس لقيت الهاند بلندر بيقول لي انت تأمري، فرمها لي فرم. وبعد كده جبت كوبايات حطيت فيها فاكهه متقطعه، تفاح وموز، وبعد كده نزلت بعصير المانجا عليهم اللي الهاند بلندر فرمها لي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وكانت مجمده من الفريزر. وبعد كده الكريمه السايله اللي عملناها على ايدينا حطيت كده طبقه منها. كوكتيل ده عسل عسل عسل، شفتوا ازاي؟ وبعد كده طب عايزه اعمل طبقه فراوله، جبت برضو فراوله مجمداها، بصوا متجمده، وحطيت عليها شويه من الكريمه اللي عملناه، وبرضو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على الهاند بلندر من رافال يا جماعه، والله منجز منجز بمعنى الكلمه. حطيت كمان طبقه فراوله، وبعد كده الكريم شانتيه بصوا ناعم ازاي، ولا كانك عاملاه بالمضرب الكهرباء. ده كده كمان الكوكتيل الطبقات بالفاكهه اللي احنا عملناه، وكانت الفاكهه مجمده. كده عملت الاكله كلها في 5 دقايق، وكمان حلينا كل ده بالهاند بلندر من رافال. وما تنسوش ان الهاند بلندر عليه ضمان 2 وكمان خدمه ما بعد البيع متوفره، والدورق بتاعه 10 سنين ضمان.